ها هي الفنانة العراقية شذى حسون تنتهي من تسجيل أغنياتها الجديدة منه ما عنده ماضي، وهي من ألحان حاتم العراقي وأشعار كاظم السعدي، والتي تتضمها شذى إلى أغنيات ألبومها الجديد. هذا واحدة من الأغاني مع الألبوم. في أكثر من 12 أغنية إن شاء الله حيكونوا بالألبوم. الألبوم خلص يعني نقول في فترة هيك المخاض، يعني على شوي رح يولد قريبا جدا. بس بدي أحاول إنه أخلص يعني هسه في التاتش الأخير مال الألبوم يعني، وبنفس الوقت صورت غلاف الألبوم هنا في دبي مع دافيد عبد الله، والفيديو كليب كمان ان شاء الله اسبوعين راح يتصور كمان. الاغنيه اللي حتتصور هي اغنيه شعلها من الحان فايز سعيد وكلمات الكاتب العراقي الجميل كريم العراقي، توزيع حسام كمال. كما أكدت شذى أن مفاجأة الألبوم ستكون أغنيتين من تلحين فنانة الخليج أحلام، والتي قدمتهما عربون صداقة لشذى ودعما لموهبتها الشابة. كنت بمصر مع الفنان الملحن ناصر الصالح لنشتغل عاطيني أكثر من أغنية في ألبومي، فهي اتصلت فيه، فبعدين حكيت وياها سلمت عليها وهذا، فعرفت انه لحضر الالبوم. فاجت هيك فكرة انه ليش ما نسوي اغنية انه هي تلحن فيها وهاي، تحمست جدا للفكرة. بعد فترة لقيتها انه صرحت بالصحافة وانبسطت، بس كانت سعدت جدا، بس بنفس الوقت كانت مسؤولية كبيرة جدا بالنسبة لي. هي متحمسة جدا، ويعني كل يوم بدنا نتصل نضلنا ساعة ساعتين تتحفظني الأغنية، كل الديتيلز تحكي ويا الموزع تقولي لا السرعة، يعني حقيقة فشي رائع جدا أريد أشكرها عليها يعني. ومن ناحية أخرى تحدثت شذى عن ما حدث في كواليس برنامج لو الذي تقدمه الفنانة اليمنية أروى، بعدما تناقلت المواقع الإلكترونية عن شجار وقع بين الطرفين في كواليس MBC. أنا علاقتي بالمذيعة أروى هي جدا سطحية، يعني ما أعرفها أبدا. اتصلوا فيا من الNBC ولأطلع ببرنامج لو اللي كنت رح أطلع فيه، مش في هذاك الأسبوع، في أسبوع بعد، بس لأن صار في مشاكل بين المذيعة وفنانة ثانية ما قدرت تطلع، فاتصلوا فيه عشان أنا أنقذ الحلقة يعني. فلأنه أصدقائي ومحطة MBC يعني من الناس اللي دائما داعميني كمان، فطلعت في البرنامج. ففي الكواليس بيجوني ويقولوا لي انه في اسئله محضره لك، اسئله جدا هجوميه. استغربت الموضوع، فحاولت انه اجيب الاسئله من الاعداد. لما طلعوا ياخذوا الاسئله ما رفضت، مع انه انا عندي الحق الكامل انه اعرف الاسئله. فانا ما اريد اسوي مشكله بالموضوع، فاجوا الاعداد قالوا لي شذى اذا انت ما عجبك تجاوبي على اي سؤال ما تجاوبي عليه. بلشت تسالني اسئله شوي استفزازيه عن حياتك الشخصيه، عن حياتي، عن هويتي، عن فني، عن كليباتي، بس بشكل جدا يعني في نوع من التجريح. المهم طلعت انا بعدين دقوا لي بيقولوا لي احضري المواقع التصريحات والبيانات، يعني في تجريح وفي نوع من الرخص في الكلام بحقي بشكل كتير 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 ما بيتصوروا عقل. فأنا ما بدي رد، والرد الوحيد اللي قلت انه انا خليت محامي يبعث انذار انه لازم تنشر في نفس المواقع احتضار في فترة معينة، if not راح ارفع وراح نرفع دعوة تشهير وقدح.
وتعليقا على مجريات الأحداث السياسية في العالم العربي، ترى شذا أن كل بلد يتمتع بخصوصية معينة وهي التي دفعت الشباب للنزول إلى الشارع، إلا أن الأمر لم يخلو من بعض التقليد. الإصلاحات اللي نشوفها اليوم في كل الأوطان العربية هذا شيء جيد جدا، بس بنفس الوقت بحس انه في بعض التمردات اللي صارت اكثر من اللازم. يعني في يعني اوكي في ناس يريدون حقوقهم وكلنا نريد حقوقنا كمواطنين وحرية تعبير ونريد طريقة معيشتنا تكون أحسن وللأفضل، بس بطريقة مهم أن تكون طريقة متحضرة، بطريقة سلمية، بطريقة مش لازم نقلد الشعوب الثانية. أنا حسيت أنه في بعض الشعوب بلا ذكر أسماء حس في تقليد لا 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 لشعوب ثانية عنا. إن شاء الله أنه الأوضاع تتحسن، حتى المعيشة تتحسن، حتى الناس تقدر تعيش بحرية. مرحبا، إن شاء الله تكونوا بخير. تابعوا أخباري على لاف شذا حسون.